إجراءات احترازية جديدة بالمغرب ابتداء من يوم غد. قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك كل جديد، ولا تنسى تشجيعنا بالضغط على زر جيم ووضع تعليقاتكم تحفيزا لنا. أهلا بكم إلى التفاصيل. إذا التنقل ليلا بات ممنوعا بدءا من يوم غد ولثلاثة أسابيع كاملة في جميع التراب الوطني من 9 ليلا إلى 6 فجرا إلا لدواعي إنسانية أو مهنية مبررة. تمنع أيضا الحفلات والتجمعات العامة والخاصة، والمحلات التجارية والمتاجر كما المقاهي والمطاعم أيضا ستغلق عند 8 مساء. لكن في 4 مدن ستغلق المقاهي والمطاعم بشكل كلي، وهذه المدن هي الدار البيضاء، مراكش، طنجة وأكادير. عبد الحفيظ المنور معه المزيد من التفاصيل وآراء المواطنين. تدابير جديدة توصي بها اللجنة العلمية والتقنية في ظل استمرار خطر كوفيد-19 وطنيا ولمدة 3 أسابيع ابتداء من الغد. حظر التنقل الليلي يوميا من 9 إلى 6 صباحا باستثناء الحالات الخاصة، وإغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء، والإغلاق الكلي للمطاعم طيلة 3 أسابيع بكل من البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة. هذا الصباح جولة بالدار البيضاء تكشف صدى القرار لدى المواطنين وخاصة أرباب المطاعم وسط عدم ارتياح للإجراءات الجديدة. قرار صائب ولكن ذو حدين، كاين فيه مصلحة للناس في إطار التدابير الاحترازية ضد محاربة ديال الوباء ديال كوفيد 19، ولكن في نفس الوقت عنده سلبيات كاينين على المستوى الاقتصادي. مضرورين وعندنا الخدامة، ودابا حتى داك المدخول ما بقاش كما كان. دابا القهوه انت تشوف فيها خاويه، هو غيكون عندنا ضرر. غنكون بالنسبه لي انا الاول غنضر، غيضروا الخدامه، غيضروا بزاف د الحوايج، باسكو عندنا بزاف تاع لي فري، عندنا بزاف ويلا دابا الخدمه ما تنخدموش لو طون كومبليت. إلى مراكش والتي تستعد لاستقبال العام الجديد وسط أمل بانتعاشة أكبر للحركة الاقتصادية. القرار الجديد يلقى تباينا في حجم الرضا مع تغليب المصلحة العامة. مفاجئ. إلا كان غادي يتحدث فيها 3 أسابيع كما قالوا راه مزيان، ولكن إلا كانوا غادي عاوتاني يتوزوا 3 أسابيع وعاودوا يديروا التمديد الثاني لواحد المدة اللي هي طويله ما في صالحناش. القرار اللي جاري وتيجي في واحد الظرفيه اللي حنا تنستعدوا للتلقيح ضد الكورونا الاولى، فتنتفاجئوا بهذا كورونا من النوع الثاني واللي في البدايه ديالها وباقي ما عرفناش التطور ديالها. القرار اللي اتخذت هو في صالح ديالنا باش تحمي المواطن ديالها، وفي نفس الوقت ان المواطن حتى هو يكون عنده واحد التخوف من هذه الموجات الثانيه. أكادير والتي ما تزال تحت تدابير خاصة بها يشملها كذلك قرار الإغلاق الكلي للمطاعم، كانت من جهتها تعول على رأس السنة لتحريك عجلة الاقتصاد على مستوى المطاعم السياحية، لكن البعض يرى أن التدابير الجديدة منطقية بالنظر للارتفاع المتواصل لعدد المصابين بكوفيد-19. صحيح أنه في إجراء وقائي خاصة هذه الجائحة ديال كورونا اللي غادية في الانتشار مع الموجة الثانية، ولكن أيضا فيه ضرر من الناحية الاقتصادية. غادي تضر شويه بالاقتصاد ديال التجاري، وبالنسبه للناس اللي ساكنين اللي يكونوا اللي خدامين في المطاعم وسميتو ديجا تضروا، غيتزادوا زادوا الحالات. داكشي ولا من الضروري انه يتم اغلاق بعض الاماكن بحال الشواطئ، المطاعم. شجعونا بوغ ريوفرير، حنا وجدنا راسنا باش نحلوا. اي جات لا ديسيزيون ديال لا فيرميتور دي بلاج اللي جات هذه تقريبا شهر، باسكو طولات بجوج سيمانات عاود. حنا هاد لا ديسيزيون ما فهمناهاش. الإجراءات الجديدة تهم كذلك منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة والإبقاء على جميع التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا، تدابير تعزز إجراءات حالة الطوارئ الصحية وسط استمرار في التقيد بإجراءات التصدي للجائحة. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي تكون أول من يتوصل بجديدنا، والضغط على زر جيم وتشجيعنا بالتعليق.